السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. ألف مبروك للنادي الأهلي على الفوز 2-0 على فريق الجونة. لما نيجي نعد مع بعض مكاسب النادي الأهلي في ماتش الجونة امبارح هنلاقيها مكاسب كتيرة جدا، أهمها طبعا صدارة الدوري، لأن الأهلي أول الدوري. تاني حاجة عندنا عودة لعيبة كتيرة جدا، زي مثلا مصطفى شوبير، اوكا، لعيبة كتيرة. ويا سلام على عمر الساعي. عمر الساعي من أحسن اللعيبة يا جماعة موجودة. عمر الساعي هو جاي النادي الأهلي نجم أصلا، فالمفروض إن كولر ياخد باله من حاجة زي كده، اللي أنت جايب لعيبة هي نجوم أصلا، يعني المفروض تلعبها بقى كتير شوية. كلنا شفنا أكتر من كورة جميلة عملها، كمان شفنا كريم الدبيس الكرة الجميلة اللي لعبها وجابها إمام عاشور جون. كمان عندنا من أهم مكاسب النادي الأهلي في الماتش إن هو بيفوق لعيبه، سواء بقى زي محمد هاني، سواء زي ياسر إبراهيم، مصطفى شوبير، محمد عبد الله اللعيب الحريف اللي مهارة عالية جدا ولسه بعض الناس ما خدتش بالها منه. كل الحاجات ديت مكاسب بالجملة للنادي الأهلي. مش هنبص بقى إن الأداء كان في الشوط الأول مش قد كده، ده حاجات كتيرة طبعا أهمها عدم انسجام اللعيبة مع بعضها، لكن كلنا شفنا إما عمر الساعي نزل عمل كام كرة جميلة جدا في الملعب، ما بالك لما يكون بيلعب مع الفريق كله جنب مروان عطية وأسامة أبو علي وهكذا. طبعا عشان نتكلم عن النجم الكبير إمام عاشور، ده عايز فيديو لوحده. إمام عاشور يا جماعة لاعب أكتر من رائع، لاعب جميل جدا، لاعب فاهم بيعمل إيه، مش إحنا اللي هنقيمه أصلا. مين يصدق يا جماعة اللي إمام عاشور مش في المنتخب؟ تخيلوا كده لو وقفنا واحد في الشارع وقلنا له تصدق إن إمام عاشور مش في المنتخب، ما هيضحك يقول لي هتهزر أصلا. ده عايز بالظبط محمود المليجي ويقول له دق يا مزيكا حزيني. ولاعيبه كتير نجوم اصلا ومكانها في المنتخب. ده ليه؟ ده لان احنا بنفكر بعقليه غريبه شويه. ممكن تلاقي المدرب يقول لك اصل اللاعب ده جاي لي مكشر، اصل اللاعب ده ما ضحكش شويه، حاجات غريبه كده بعيده عن تقييم المهاره والحرفنه واللعب. لكن عشان نتكلم ونقول بحق ربنا فعلا ان فعلا النادي الاهلي بيصنع نجوم كتيره جدا. مين يصدق ان امام عاشور ده اللي كان في الزمالك، شوف كام بطولة خدها مع النادي الأهلي وهو حاليا، وكام بطولة خدها كام بطولة إيه، ما خدش حاجة مع الزمالك أصلا. فإحنا من هنا بنهني النجم الكبير اللعيب إمام عاشور، والحمد لله على عودة مستواه الأحسن مما كان. الحمد لله في ماتشين تلاتة جايب أكتر من 6 7 تجوان، وإن شاء الله إمام عاشور هيكون واحد من أفضل وأحسن اللعيبة اللي هي جت في تاريخ الكرة المصرية، ويكون مرشح للكرة الذهبية في افريقيا، لان اللاعب ده مجتهد جدا وبيلعب كويس وحريف ومخه كله كوره وبيخلص في الملعب جدا. فاحنا عايزين بس الناس تبعد عنه وخليه يركز في الملعب، لان ده اكيد بينعكس على منتخبنا. احنا عايزين كل الفرقه المصريه تقدم لعيبه زي امام عاشور، مش امام عاشور بس، يبقى عندنا اكتر من امام عاشور. الشيء المدهش قوي ان تلاقي جماهير الزمالك كلها مركزه معاه، لو ضحك ضحك، لو عمل كده مسك بالونه مش عارف ايه، عمل كده رقص كده مشي كده، ايه يا جماعه؟ مش كده. يعني سيبوا اللاعب يتحرك عادي زي ما هو عايز، المهم يكون طبعا يكون بعيد عن إساءة نادي الزمالك أو أي نادي تاني، بس اللاعب سيبوه عشان ده في النهاية بيكون لمصلحة المنتخب. لما اللاعب يبدع في الملعب المنتخب أكيد هيستفيد بيه وبغيره. فده الطبيعي إن إحنا لازم نكون بنساعد بعضينا مش بنحارب بعض. في النهاية إحنا بنهني النادي الأهلي برجوع لاعيبته، وإن شاء الله يكون للأمام والأحسن دايما يا رب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.